السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم لي كيش بدون زبده ولا بيض، بواحد العجينه كتجي مقرمشه بدون تعب، وكنتحضروها باش ما بغيتو. انا حضرتها بالسبانخ، ويمكن لكم نتوما ديروا اي حشوه كتعجبكم. الطريقه ديالهم زوينه، العجينه كتجي مقرمشه، وما تستغناوش على هذه العجينه البنات، والله العظيم كتعطي واحد الطراوه وكتعطي واحد الطعم زوين لهذا لي كيش هذا. وانتم ديروا اللي بغيتو من الداخل اللي عجبكم. انا بالنسبه لي درت السبانخ لانهم معروفين السبانخ مفيدين. هكا تحضروهم حتى نتوما. هذا هو القوام ديالهم، وان شاء الله تحضروها وتجربوها لوليداتكم والاعز الناس عندكم. راه الطريقه ديالهم سهله ولذيذه، صدقوني العجينه ديالها زوينه زوينه. هكا راكم عارفين بعض المرات ما كيكونش عندنا البيض والزبده، راه يقدر نحضروها بلا بيض وبلا زبده. هذا هو القوام ديالها، وان شاء الله تحضروها وتعجبكم. بالنسبه خوتي للعجينه كنحتاجوا الجوج كؤوس ديال الدقيق الابيض، الملح، كنحتاجوا شويه ديال الزعتر. من بعد كنحتاجوا واحد نصف كاس ديال المايزينا دقيق النشا. من بعد اخوتي كنخلط هاد المكونات جيدا، وكنضيف ليهم ربع كاس ديال الزيت، زيت نباتيه اي نوعيه، يعني ما تعمروش الكاس. صافي من بعد كنخلط هاد المكونات جيدا حتى غينسجموا، ومن بعد غنضيف الماء الكافي اللي غيجمع ليا هاد العجينه هادي. ربما يعني تعملوا الماء زايد جاتكم العجينه جاريه، ضيفوا شويه ديال الدقيق. صافي خوتي غادي نجمع هاد المكونات كامله وغنعجنها، يعني ما كدلكوها ما والو. صافي من بعد كنعملوها في البلاستيك الغذائي، وكنخليها كترتاح، وكتحضروا الحشوه على حساب اللي بغيتو. صراحه هاد العجينه اعتمدوها، راه كتجي واحد العجينه خطيره وزوينه وما غتستغناوش عليها. هذا هو القوام ديالها. صافي غنغطيها ونخليها ترتاح. من بعد اخوتي ملي كترتاح العجينه كناخذ الحشوه، كتبقى كما قلت لكم على حساب اللي بغيتو. انا هنا خديت الشامبينيون قطعته صغير، خديت البصله عملتها مع الزيت وخليتها حتى نزلات. من بعد غنضيف ليها هاد سميتو هاد السبانخ، انا عندي معلبين كنشريهم بحال هكا. من بعد ضفت ليها شويه ديال الدجاج وشويه ديال القمرون. صافي ومن بعد كنضيف التوابل، كندير الملح، شويه ديال الفلفل الاسود، وسبق لي وكنت درت زيت الزيتون مع البصله. صافي خوتي كنخلي هاد الشيء هذا حتى كينزل، كيجي واحد الطعم غزال غزال. ودرت فيه هاد الشامبينيو حتى هو. صافي كتخلطوا هاد المكونات كامله وكتخليوها حتى كطيب، يعني العافيه ما تكونش عاليه. هذا هو القوام ديالها. بعد كنخليها كتبرد، ومن بعد كتضيفوا لها اي جبن. انا بالنسبه لي ضفت هاد الجبن هذا كنشريوه هنا كيكون زوين. كتخلطوا معاه باش كيعطي واحد الطعم زوين، وكتجي واحد اللي كيش يعني منسمه، وكتجي لذيذه بهاد الجبن هذا. صافي خوتي من بعد ملي كنخلط هاد المكونات جيدا، الخليط ضروري يكون اخوتي بارد ملي نبغيو نديروه في العجينه هكا باش ما يخسرش لينا العجينه. راكم عارفين يعني الحاجه دائما كتكون بارده، يعني ما تكونش سخونه. صافي خوتي غنخليه جانبا. من بعد غادي ناخذ العجينه ديالي غادي نطلقها. هكا غادي ناخذ شويه ديال الدقيق نديروه لتحت، اولا كتاخذوا واحد البلاستيك باش كتعاونكم ما تعذبكمش. صافي هكا غادي نطلق هاد العجينه ديالي بحال هكايا. من بعد غنديرها في واحد الكاريط هكا باش تعاونني دغيا. ومباشره خوتي كناخذها وكنديرها في المول اللي كيكون مدهون، سواء ديال الدجاج اولا اي مول عندكم. صافي هنا غادي نقلبها، ومن بعد غادي نقادها مزيان، نحيد هادوك الزوائد ديال العجينه. ولا كان شي بلاصه يعني ما واصلاش ليها العجينه، يعني بحال نصايبها، كناخذ هذيك العجينه وكنديرها في هذيك البلاصه اللي خاويه. صافي وكنقرصها بحال هكايا. من بعد كناخذ الموس وكنحيد هذوك الجناب اللي زايدين باش كتجيكم مقاده ومعوطه. صافي اخوتي بحال هكا غادي نطراسي بحال هكايا، غادي نحيد هذوك العجينه اللي زايده. ومن بعد اخوتي كتاخدوا كنديروا هذاك لابارايا كيش. انا بالنسبه ليا ما عنديش الكريم فريش، درتها غير بالحليب يعني، وكتعقاد راه كتجي زوينه. يعني راه كاين بدائل، ماشي بشرط ان خص ضروري الكريمه، خص الزبده، خص البيض. راه في بعض المرات ما تيكونش متواجد عندنا. راه كاين باش نقضيو. صافي اخوتي هنا غادي نحيد هذيك العجينه اللي زايده. صراحه هاد العجينه كيعتمدوها، راه كتجي خطيره خطيره وكتجي لذيذه. صافي هنا كنقادها، ومن بعد ملي نقادها يعني بالأصابع ديالي، غنحيد هادوك شوية اللي باقيين.
صافي أخوتي كيما كتشاهدوا راه كتجي واحد العجينة غزالة أخوتي، صافي وكتقادوها إلا كانت شي بلاصة ما وصلش ليها العجينة كديروها بحال هاكا، من بعد كناخدها وكنثقبها. المهم إلا بانت لكم البنات شي بلاصة ما وصلش ليها العجينة كتاخدوا من ديك العجينة اللي حيدتو كتضيفوها في هاديك البلاصة. صافي أخوتي هنا غادي ناخد الحشوة اللي حضرت ديال السبانخ مع الشامبينيون والدجاج وهادو الكروفيت. صافي ناخد بحال هكايا كنوزع على لي كيش كاملة. المهم أي بلاصة كتوصلوا ليها هاد الحشوة، كيما قُلت لكم الحشوة كتبقى على حساب اللي عندكم، اللي موجود قضيو بها البنات، ماشي بشرط السبانخ، راكم عارفين السبانخ يعني فيهم فوائد مزيانة، وهاكا نستافدوا منهم لأن راه مفيدين للذات ديالنا. صافي أخوتي هنايا كتوزعوا جميع هاديك الحشوة كتوزعوا على العجينة، وهاكا كتكون يعني جاهزة. من بعد دابا غنوريكم لابارايا كيش اللي حضرت. ممكن لكم ديروا الكريمة، اللي عنده الكريمة يديرها، أنا ما متوفرش عندي الكريمة ودرت بحال هكايا، درت بيضة ودرت كأس ديال الحليب، وضفت ليها الجبن. هاد الجبن هذا عندنا هنا كيكون زوين، ضفتو. ومن بعد ضفت شوية ديال الزيتون ودرت شوية د الملحة والبزار. المهم خلطوا هاد المكونات مزيان حتى غينسجموا. هنا ضفت شوية ديال الفلفل الأسود، واللي بغا الحار يدير الحار، اللي بغا الأعشاب يدير الأعشاب، لكم الاختيار. أنا هنا ضفت شوية ديال الزيتون لأن كيعجبني الزيتون، جا عطا واحد الطعم زوين. صافي خوتي بحال هاكا كيما كتشاهدوا، كمّلوا، يعني نتوما ديروا كيما قُلت لكم ديروا اللي بغيتوا، ماشي بشرط ديروا يعني السبانخ ولا داك اللي عجبكم عملوه، ماشي ما كاين حتى مشكل. المهم خلطوا هاد الشي مزيان أخوتي، خلطوه مزيان حتى غينسجم، ومباشرة كنخوي على ديك كنخوي على ديك العجينة اللي عندي ديال اللي شفتوها. صافي خوتي، كيما قُلت لكم اللي بغا يدير كريمة يدير كريمة، اللي بغا يدير الحليب يدير الحليب، المهم حنا عطيناكم أنا عطيتكم البدائل باش نتوما ديروا اللي يعجبكم. صافي هنا غنخلّط وغنوزع هذاك الخليط كامل على العجينة. صافي أخوتي من بعد ملي توزّع على العجينة، من بعد كناخد واحد الجبن من الفوق كتحكوه. أنا حكيت واحد عندنا هنا زوين يعني كيعطي واحد فيه مدخّن، كيعطي واحد الريحة زوينة يعني في الأكلات. صافي نتوما ديروا كيما قُلت لكم اللي يعجبكم. وضروري ورقة وستيلو كنحطها باش هاكا ما ننساش شي حاجة، باش ما ننساش شي حاجة في المقادير هاكا باش نعطيكم هاداك الشي مضبوط. الصراحة أختي والله العظيم جات زوينة، زوينة، غير جربوا هاد الطريقة هادي، يعني ديروا فيها الدجاج، ديروا فيها إلا ما عندكمش ديك الكروفيت ماشي مشكل ديروا غير الدجاج وهاد الشي اللي عطيتكم، راه عطا واحد الطعم زوين أخوتي والله العظيم. هنا حكيت ديال الفرماج مدخن. صافي مباشرة كتاخدوها وكتدخلوها الفران اللي كيكون ساخن حتى كتحمر من التحت ومن الفوق. ونصيحة اللي غنعطيكم هي هاد العجينة اعتمدوها وديروها فيها الحشوات اللي بغيتو خوتي، لأن راه تتعطي واحد الطعم غزال غزال البنات والله العظيم. صافي هنايا حكيت الفرماج، وزعت هذاك الخليط كامل. صافي مباشرة دابا غادي ندخلو للفران حتى غيطيب، تحمر من الفوق ومن التحت وغادي تكراتينا وكيجي واحد الطبق رائع أخوتي، رائع، رائع. وإن شاء الله تجربوه وتحضروه لوليداتكم. هذا هو الشكل ديالو منين خرجتو من الفران. يمكن اللي تزيدو عاوتاني تحمّروه، أنا اكتفيت به بحال هاكا، يعني هي هذاك يعني هذاك هو القوام ديالها وهذا هو يعني اللون اللي بغيت. صافي وأنتم يمكن لكم يعني ديروا ما أحسن مني. صافي مباشرة غنقطّعها لكم وتشوفوها كتجي مقرمشة البنات والله العظيم، والعجينة ديالها زوينة، زوينة، يعني كتذوب في الفم. صافي أخوتي بحال هاكا كيما كتشاهدوا، قطعوها كيما بغيتو، ديروها في أي مولات بغيتو سواء مربعين سواء مدورين. صافي أخوتي هذا هو الشكل ديالها، وإن شاء الله تجربوها وتردوا عليا الأخبار. وكنشكر كاع البنات اللي كيتفاعلوا معايا في القناة ديالي، الله يخليكم عليا. وإن شاء الله نكون دائمًا عند حسن الظن ديالكم، ونكون هادشي كنقدم لكم ينال رضاكم من الإعجاب ديالكم. المهم دائمًا كما قلت لكم راه كنقلب لكم على السهل والبسيط وهكا باش تجربوها. ها القوام ديالها غزال أخوتي، وإن شاء الله تعتمدوها وتجربوها. راه الطريقة ديالها واعرة، واعرة، وغادي تعجبكم وغادي تعجب وليداتكم. وحتى العشاق هاد السبانخ اللي باغيين يعني يوجدوها، راه فيها بزاف ديال الطرق. كنعملوهم في المسمن، كنعملوها يعني حتى في هاد ليكيش راه كيعطيو واحد الطعم زوين ومفيدين. ها نتوما خوتي راه كتجي غزالة، وإن شاء الله تحضروها بصحتكم وحقكم في الجنة. وإن شاء الله يعجبكم هاد الفيديو، وإلى فيديو قادم بحول الله مع وصفات سهلة ومبسطة.